النهارده هنعمل كيكة شوكولاتة سهلة جدا، اقتصادية، مكوناتها بسيطة ومش مكلفة خالص. بتطلع بقى طعمها رهيب، غرقانة كده شوكولاتة في شوكولاتة. طريقة اعدادها سهلة ومش بتاخد اي وقت خالص. هنعملها من غير بقى مضرب ومن غير خلاط، يعني كلها كده بالصوص بتاعها مش هتاخد مننا اكتر من 5 دقايق. طعمها حلو جدا، الناس اللي بتحب الشوكولاتة وصفة النهارده هتعجبهم جدا. في البداية حابة احتذر عن صوتي لان عندي دور برد. مش هطول عليكم بقى كتير، ويلا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هنجهز طبق عميق وهنحط فيه 3 بيضات في حرارة الغرفة. نطلع البيض قبلها من التلاجة بحوالي 10 دقايق عشان ياخد حرارة الجو. لو البيض اللي عندنا كمان حجمه كبير شوية هنستخدم 2 بس. هنزود على البيض ظرفين فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وتقدروا كمان تستغنوا عن الفانيليا خالص لان كيك الشوكولاتة مش بيحتاج فانيليا. وهنزود عليهم كمان 1.25 كوباية من السكر. لو حابين بقى السكر يكون اقل شوية هنستخدم كوباية سكر واحدة. هنبدأ بقى نقلب السكر والبيض والفانيليا مع بعض كويس جدا حوالي 5 دقايق كده لحد ما نوصل لقوام كريمي، والخليط بتاعنا ده يتحول للون فاتح. تقدروا في المرحلة دي كمان تستخدموا المضرب الكهربائي، وتقدروا كمان تستخدموا الخلاط. بتحطوا كل المكونات في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. شايفين؟ هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصله. دلوقتي هنضيف على الخليط بتاعنا 30 كوباية زيت. هنضيف الزيت ونبدأ نقلب كويس. نحاول كمان نستخدم زيت يكون نوعه كويس لان ريحة الزيت بتأثر جدا على ريحة وطعم الكيك. هنحتاج كمان 1.25 كوباية من المية الدافية، هنضيفها على مراحل. هنضيف كده في الاول شوية مية ونبدأ نقلب كويس جدا. نقلب بقى كويس عشان لو في اي سكر مدابش معانا في الاول مع البيض بيدوب في الوقت ده. دلوقتي بقى هنضيف الدقيق. هنحتاج النهاردة 2.5 كوباية دقيق. الدقيق بتاعنا بندخله كويس جدا قبل الاستخدام. بنضيف الدقيق على مراحل، بضيف في الاول كده تقريبا نص الكمية وهبدأ اقلب كويس لحد ما الدقيق كله يختفي. نتعود دايما واحنا بنعمل اي نوع كيك لازم ننخل الدقيق بتاعنا مرتين قبل الاستخدام. لما بندخل الدقيق مرتين كده قبل الاستخدام الهواء بيدخل جوه فراغات الدقيق والكيك بتاعنا بيطلع هش ومرتفع اكتر. هنضيف كمان شوية دقيق وشوية مية ونقلب كويس. نقلب بقى كويس لحد ما الدقيق ده كله يختفي. كل ما بنضيف بقى شوية دقيق بنضيف كمان شوية مية. دلوقتي هضيف اخر شوية دقيق وهضيف كمان شوية مية. ولازم بقى زي ما قلنا كده المية اللي نستخدمها تكون مية دافية ما تكونش باردة، عشان ده بيساعد ان الكيك بتاعنا يطلع هش اكتر وكمان بيطلع طري. وهنبدأ بقى نقلب كويس جدا، ولازم دايما واحنا بنعمل اي نوع كيك نقلب في اتجاه واحد كده عشان ما نخرجش الهواء اللي بيدخل جوه عجينة الكيك. دلوقتي بقى هنبدأ نضيف الكاكاو. هحتاج النهاردة نص كوباية من الكاكاو الخام. هنستخدم كاكاو خام غير محلى. هنزود عليهم ظرف من البيكنج باودر وزنه 16 جرام او معلقة كبيرة وزنها 16 جرام. بقى كويس جدا واحنا بنقلب كده هنلاحظ ان القوام بتاع الكيك بقى تقيل معانا شوية. هنضيف بقى مكون صغير هيخلي الكيك بتاعنا هش وطري وكمان مساماته ضيقة. هنضيف ربع كوباية من المية المغلية. المية المغلية طبعا بتفتح الكيك وبتخليها طرية وهشة. هنضيف ربع كوباية من المية المغلية ونبدأ نقلب كويس. ولازم المية تكون مية مغلية، مية سخنة جدا لسه نازلة من على النار. استخدمنا في الاول 1.25 كوباية من المية ودلوقتي ربع كوباية، يبقى كل كمية المية 1.5 كوباية من المية. المكونات كلها كمان هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنقلب بقى كويس لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام بتاعها بقى متوسط مش تقيل ولا خفيف. هنجهز صينية مقاس 25 في 35. هنبطنها كويس جدا بمادة دهنية وهنديلها كده رشة من الكاكاو او رشة دقيق، وهنبدأ نحط فيها خليط الكيك. بعد ما نحط كده خليط الكيك في الصينية بناخد الصينية نخبطها قدامنا خبطتين 3 عشان لو فيها اي فقاقيع هوا تخرج منها، وهندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. هنحطها في الرف الوسطاني والفرن يكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا تقريبا 35 دقيقة او 40 دقيقة بالظبط وهنلاقيها استوت. كيك الشوكولاتة مش بنولع عليه الشواية خالص عشان وش الكيك ما ينشفش. بتطلع بقى معانا هشة وطرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى دلوقتي نعمل لها صوص خطير هيدي لها طعم حلو جدا. هنحتاج 5 معالق كبيرة من السكر. السكر طبعا نسبي وتقدروا تقللوا الكمية عن كده. هنزود عليهم 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام. هنقلبهم بقى مع بعض كويس وهننزل عليهم ب1.5 كوباية من الحليب.
هنقلب الحليب والكاكاو والسكر مع بعض كويس جدا كده على البارد. بعد كده بنرفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر، نفضل نقلب فيهم كده تقليب مستمر، مش بنشيل ايدينا منهم خالص. اول ما الخليط بقى يبدأ معانا في الغليان بالشكل ده هنضيف عليه معلقة زبدة كبيرة او مكعب زبدة. هنضيف الزبدة ونقلب كويس. هنفضل بقى نقلب فيه باستمرار كده لمدة 3 دقايق كمان على نار متوسطة لحد ما الخليط بتاعنا ده يتقل معانا شوية. اخر مكون هنضيف كده مكعبين من الشوكولاتة، ودي اختياري، حابين تضيفوها براحتكم مش حابين براحتكم، بس هي بتدي طعم حلو. هنضيف الشوكولاتة وبعدين هنطفي النار ونفضل بقى نقلب باستمرار كده لحد ما الشوكولاتة تسيح. كده خلاص خلصنا الصوص بتاعنا، سهل وسريع جدا وهيدي للكيك طعمه تحفة. بنستنى بقى على الكيك بتاعنا لحد ما يبرد خالص وهنبدأ نقطعه وبعدين هنحط عليه الصوص. قطعوها بقى زي ما تحبوا، بس اهم حاجة نستنى عليها لحد ما تبرد خالص ونحط عليها الصوص. يبقى الصوص بتاعنا ساخن لسه نازل مع النار والكيكة باردة. اول ما بنحط الصوص كده على الكيك بنلاقي الكيكة اتشربت الصوص بسرعة، تطلع بقى معانا طرية وشاربة من الصوص كده وطعمها تحفة. استنوا عليها بقى لحد ما تهدى شوية وبعدين قدموها وبألف هنا. شايفين بقى شكلها حلو قد ايه؟ غرقانة كده صوص شوكولاتة. الصوص لوحده طعمه يتجنن، بيخليها طرية كده وطعمها شوكولاتة في شوكولاتة. جربوها بنفس الطريقة كده وبنفس المكونات وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. هسيب لكم ان شاء الله كمان كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف. وبس انا كده خلصت الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناة وتحطوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.